السلطة المحلية هنا خذلت اللجنة وسمحت لهذه اللجنة أن تتخذ قرار في تقريرها على أن تعوض وهؤلاء العسكر اللي الآن اعتدوا على حرم رمضان. تعويضهم هذا يؤكد أن لهم أحقية بينما ما لهمش أحقية خالص. كان المفترض بهذه اللجنة أن تقرر أنه إخلاءهم من حرم رمضان وليس تعويضهم. بالروح بالدم نفديك يا يمن، 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 بالروح بالدم. يا أخي الذي حصل هذه أراضي تبع المطار، فإحنا ضباط في الجوية. فإحنا هذه الأراضي كل ما قلنا نشتري نسكن فيها أو نعيش فيها ما يرضوش ولا حاجة. مع محمد صالح الأحمر محتل لها، هو عصابة معزبانية حتى الآن باقي معزبانية في اللواء هذا نفسه، هم اللي يدوروا بعدها وما يشتروش ناس نهائيا أن نحصل الأراضي. فخرجنا احنا الزملاء ضباط وأفراد نمسح الأرض ونسكن فيها نشتري سكن ولا نشتغل هذا حاجة. باعوا الأراضي، حتى الأراضي في أراضي هنا خارج المطار باعوها. بعيدا عن قراصنة الأراضي. أن هناك أفراد من القوات المسلحة دخلوا في حرم مطار الحديدة، ولهذا سيتم التعامل مع كل المتمصلحين من هذه الأراضي على أساس واحد، وهو إبعاد كل الاستحداثات التي حدثت. الجامعة نحن ما مشي بس مستني الواحد ورحنا مسافر يمكن سنة الأمس في الليل. لكن الذي نزلت اللجنه من اجل مطار الحديده هي اللجنه التي شكلها في حرس الاخ رئيس الجمهوريه بناء على مقابله لنا في رمضان، وايضا اللجنه التي نزلت من اللجنه العليا الهيئه العليا لمكافحه الفساد برئاسه الاخ. مجموعة كبيرة من الأفراد والطيارين وضباط القوات الجوية والدفاع الجوي قاموا بالبسط الأسبوع الماضي اللي هو السبت الماضي على الجزء الأكبر يعني من الأرض المخصصة للمطار، ابتداء من شارع صنعاء وانتهاء إلى بعد السور المخصص للمدينة الرياضية.